منطقة الجزاء رأسية راميز. هذه فرصة للمنتخب الجزائري. ماذا هناك ركلة جزاء؟ نعم، ركلة جزاء في آخر أنفاس الشوط الأول، بل في الوقت بدل الضائع. هناك لمسة يد على المدافع المالي بتسديدة جاءت من توبا، وبالتالي سنشاهد الإعادة بالتأكيد بالعرض البطيء لنتأكد وسط فرحة جماهيرية كبيرة. إذا ركلة جزاء تأتي في وقت مناسب جدا. هنا تصويبة لمسة يد واضحة، لمسة يد واضحة، وبالتالي ركلة جزاء، ركلة جزاء شرعية وقرار سليم من حكم المباراة أمير لوصيف. هنا اليد لم كانت ممدودة، يد المدافع المالي، وبالتالي ركلة رياض محرز في مواجهة دياورا حارس مأمو السويدي. يتقدم رياض، فرصة المنتخب الجزائري للهدف الأول. رياض والهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري في آخر أنفاس أو في الوقت بدل الضائع. هنا تهتز مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران فرحة وغبطة بالتأكيد بهذا الهدف، حتى وإن جاء متأخرا في هذا الشوط، ولكنه مفيد من الناحية المعنوية قبل التوجه قلت وقبل نهاية أحداث الشوط الأول. هنا رغم أن الحارس دياورا تابع مسار الكرة، ولكنها استقرت واهتزت بقدم رياض محرز مدونا أول أهداف المباراة. شوف هنا، شوف الفرحة من كرسي البدلاء وجمال